اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي ولسه معايا نهى زهره، بنتكلم على المديتيشن، ازاي ناخده في دومين مختلف عن الطبيعي في بيتنا ومع اولادنا عشان تبقى حياتنا اهدى وخاليه من الزعيق والصريخ والعصبيه. نهى، انت قلتي في الفيديو اللي فات ان انت عملتي مديتيشن مع ابنك قبل اه الامتحان عشان يهدى. اه ازاي نسيت انفايرمنت في البيت ان احنا نعمل فيه مديتيشن مع بعض، مم. وسبيشالي لو الولاد مش طبيعتهم ان هم هاديين، يعني ان هم بيقعدوا نعمل ايه؟ يعني ايه هو السيت اب؟ لو الولاد طبيعتهم مش هادين، فهو في اصلا نوع في المديتيشن اسمه اللافتر مديتيشن. اللافتر مديتيشن ده حاجه انت بتخليك اصلا يعني تلعب مع اولادك، وممكن يبقى كلنا في البيت نعمل ده، وتيكس كده 5 ولا 10 minutes. فبيساعد انك لما تقوله بقى اقعد عشان نعمل مديتيشن، هو هيبقى يعني in a bad need ان هو يقعد اوكي، ويركز. خلص بقى الطاقة كلها. بالظبط. اوكي. which is حاجه المفروض ان احنا كلنا نراعيها، يعني ان ابقى عارفه ان ابني عنده طاقه، وهو كتله من الطاقه يعني. فما كنتش اعرف اوجه الطاقه دي بشكل صحيح، خلاص. الاسهل بالنسبه للامهات اللي هو يلا خلص جارم اقعد ذاكر. اوكي. فهي اوردرز 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 وببط فيهم كده. لكن المديتيشن ممكن حتى ايفن لو مش هنعمل لافتر مديتيشن، نعمل مايندفولنس مثلا اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. ممكن نعمل زوم بقى قبلها وعادي كلنا برضو نشترك فيها في البيت، وانا بعمل ده يعني مع اولادي. وبعدها نعمل مديتيشن براكتس. المديتيشن بعد كده شويه اكسرسايزنج بسيطه بيبقى هايل. اوكي، بيبقى هايل. فمن هنا تقدر تخلي الهايبر اكتف يقعد. حلو جدا. بس حلو جدا. وايه نوعيه المديتيشن اللي اعملها مع اولادي؟ يعني نقعد نعمل ايه؟ انت قلتي قبل كده في الفيديو الاول خالص انها هقعد واركز على النفس. هل الولد او الاطفال ممكن يستوعبوا ده، ان اركز على نفسك تنفس بعمق، ولا هم ليهم طريقه مديتيشن تانية، ولا يعني بنعمله ازاي؟ جروب مديتيشن بنعمله مع بعض ازاي؟ هاو دو يو جايد؟ هو المفروض ان انا يعني بعلم تكنيكس معينه نعملها في المديتيشن، ومفروض ان الام هي اللي هتجايد المديتيشن. اوكي. فهو سيمبلي هنبتدي نقعد والام هتعمل جايدد مديتيشن، هي هتجايد وهو هيسمع الكلام ده هينفذ. الموضوع بيبقى سهل. وبتبقى حاجات المديتيشن للكيدز بيبقى شويه حاجات ريليتد بحياتهم وبدنيتهم وفكرهم. حلو جدا. انا يو تيتش ده في الكورس بتاعك اللي هو مديتيشن فور مامز. رائع. طيب دلوقتي ممكن يبقى سؤال عند اي ام دلوقتي، لو سيت اب البيت عندي مثلا ولد او 2 أو 3، والجو البيت عادة مجهرب، ما عنديش حد بيساعدني، فانا بعمل كل حاجه بنفسي. how to find time to meditate بقى؟ ازاي تخلقي your own environment؟ عشان انت بتقولي دلوقتي هي اللي هتجايد المديتيشن، فديفنتلي هي مش هتعمل معاهم مديتيشن، هي هتجايد. طب انا عايز اعمل بقى انا مديتيشن، how to find time for myself اعمل فيه المديتيشن ده؟ هو هتعمل معاهم مديتيشن يعني هي وانس انها بتجايد ده مش هيفصلها عن المديتيشن في شيء. اوكي، كويس. فهي كده دي ستيب نمبر 1 وهي بتعمل معاهم مديتيشن. اوكي. ستيب نمبر 2 اللي هو التايم. لو انت عندك وقت انك تتنفس، فانت عندك وقت انك تعمل مديتيشن. اوكي. يعني انت مش لازم ان انت تلاقي سبيسيفيك تايم للمديتيشن. اوكي. طب عايز تساعد نفسك بده ازاي؟ يا ريت لو تخلي فيه كورنر في البيت اللي هو الكورنر المفضل ليك.
يبقى هو بشكل او باخر هنستخدم فيه حاجات معينه يعني سهله. يبقى ده الكورنر بتاع المديتيشن. وانس ان انت رحت وقعدت فيه، ده في حد ذاته بيساهم كتير في ان انت تدخل في الستيت اوف مديتيشن. جميل، الركن البعيد الهادي بتاع في البيت. تحفه. احنا عايزين نتكلم في الفيديو اللي جاي بقى على شويه كيس ستاديز. انت طبقتي المديتيشن ده في المدرسه عندك وفي بيتك على مدار سنتين فاتوا. واكيد عندك قصص كتير مشوقه، تيرن اوفرز، ازاي كان كذا وبقى كذا. فعايزين نسمع احوال البيوت المصريه اتغيرت ازاي قبل وبعد المديتيشن في الفيديو اللي جاي. جاهزه؟ جاهزه. استنونا.